سعدي. بقول لك يا ابو انا شكلت مع واحد النهارده. ايه اللي عامل في وشك كده؟ انا كنت ماشي الواد كبس علي وشكلني. واد مين ده اللي ضربك؟ واد عبد الله. واد عبد الله اللي ضربك؟ اه هو اللي ضربك ولا انت اللي ضربته؟ انا اللي ضربته. انت اللي ضربته؟ عورته؟ اي حد تعوره تخليش حد يكلمك خالص. جدع روح. سعدي ايوه يابا. تروح تربط الفرس وتأكله. اي حد هاجي هو اللي اتبطل عليك وحلق عليك في الشارع عشان انت كده ضربته. هو اللي ضربك الاول. ما تجيبش الغلط عند ابوك. ابوك بيقعد في صلح وبيقعد في مجالس وقعد تصغرنا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انا كنت ماشي وحلق عليه وكبست عليه كتلت. تمام ربط الفرس واكله كويس. شوف اخريته. ود الكبير على اخر الزمن قعدوا في مجالس. والله العظيم انا موقع بالي العيال احنا كل يوم يجي لي باكي وجه العمده وجه العمده ما فيش غيره في البلد. ها وجه العمده شابور خط كل يوم يجي لي الوجه باكي. لا ابى اروح ولا مين احنا ولا ما احنا هو النعمه روحي. وكل يوم الوجه يجي لي باكي انا اروح واخي شغله عينيه هو كله كق علبه الكبريت. ما نعرف خلاص ما نشوف الفرق. عمدة اعوذ بالله. يا اعوذ بالله شوف جن. هي في لحظة عصاري والواحد مزاجه مش رايق. ليه يا ابوي يروح قلق ان شاء الله. بقول لك خلينا كل قابض. قول يا ابو قابض. ولقك يا ابوي كل يوم يجي يقبل الوجه ويبكيه والوجه يجي لي فيخ ايه احنا يا عمي. يعني ولدي بيتبطل عليه؟ ايوه بتباطل عليه عشان ابوه عمده. نعم ايك انت عارف يبقى يبتى تشكي. اما ما يمشي الموضوع زاد عن حقه. يعني ولدي لما يضرب ولدك ده شرف ليه؟ شرف ليه؟ ليه يعني قالوا خيك؟ انت ازاي بتكلم كبيرك كيف؟ يا ابوي كبير على عيني وعلى راسي بس انا بتكلم الوجه كل يوم يجي لي باكي ورقك يقوم فنقول وجه العمده اول يوم وجه العمده لكن يعني العمده الخط. بص انت عشان دخلي تدي اه ولو جيت تاني مرة تتكلم بالطريقة دي انا ممكن اطلعك برا البلد. البلد ابي عمده حنقعد ليه كذا اما قبضوا اسمه. يعني العمدة بتاعك بطل؟ يا ابوي مش عايزين نقول كذا احنا بس ما انت تقول لي لو جيت وحطلعك برا البلد. ولدي يعمل اللي هو عايزه بلده ويعمل فيها براحته. انت شايف كذا يعني؟ فاحسن لك حط لسانك جوا بقك وتروح وكأن ما فيش حاجة حصلت وتهدي ولدك وتهدي. طب كل يوم حنقعد في الحواقة ولا ايه؟ لا اله الا الله. الله يفد دماغك يا ولدي. يا ولدي روح من قدامي بدل ما اخلي الغفر يجي يمسخروك هنا. يا ابوي ولا غفر ولا هني انا بتكلم كل نقطة ولقي لو جالك باكي كان ايه؟ انا حشوف كبير. هو في كبير بعدي؟ ما فيش كبير بس انا عايزين حل الموضوع ده. اعلى فيلك اركب واخبط دماغك في اقرب حيط وتوكل من هنا بدل ما اخلي العيال تمسخرك. والله انت شايف كذا يعني؟ شوف انت عايز تشكي لمين عاد بعد كذا. احنا حورين البلد بلدنا ونعمل براحتنا. طب يا ابوي قبضوا البيت نزول انت يعني بالبط البيت. انت مش قلت هشتكي؟ ايوه حشتكي. شوف هتشتكي لمين؟ يلا عشان ساعة دايقة دي وساعة عصاري والواحد خلايقه دايقة. قوم بدل ما اخليك الناس كلها تضحك عليك هنا. ماشي كده ماشي يا عم هنشوف لنا حل المشكلة. شوف من غير كلام كمان. يلا توكل.
وانها فيت البلد تجي تتكلم مع العندة. تعال والله. حق محمود، حق محمود، ايه الاخبار يا حاج؟ يا عم حبيبي. ايه الاخبار؟ احكي لك البيت، انا قالوا لي قاعد عند البهان. والله جيت امشي من الدايق قلت خليك ودينا والله. قاعد لا البايم يا احسن من البني ادمين دلوقتي. ايوه لا صح. خير رايقه؟ ما هي الناس احسن منها عمق تاعك يعني. مين؟ حد سعيد؟ ماله؟ جاي يشتكي لك منه، سوي عني. اللهم صل عليه يجي النبي صلى الله عليه وسلم. وحق الله عشان نخش في الموضوع. لا اله الا الله محمد رسول الله. بص يا حاج، كل يوم ولقي يجيني باكي. اقول له مالك يا ولقي؟ يقول لي وجل عمده. ولد سعيد ما باطل زي اللي جابه. كل يوم وجل عمده وجل عمده. كل يوم انا اعديها واقول يلا عشان وجل عمده وعشان كبير زي كذا. بس الموضوع زاد على حقه حق محمود. فشوف لي حل، ولما رحت العمده مشتكي له بيقول لي اعلى مسخرك اركب. لا يا اخي اذا راح تاخذ له حق ولا باطل مع انا عارفه اصلا. ابي العمل قال لك انا جاي لك انت عشان كبير وصاحبه وبتقعد معه. انا قلت يا شكر كبير يا راجل، هو عشان عمقك البلد وحيتبطن علينا وعلى عيالنا. لا حاضر انا حروح لك ليه واشوفك في الفار بس. ما فيش غيره هو ولد يا اخي. لا سيب الموضوع ده علي انا خلاص. تمام والله خلاص. يعني حيجيب لي حق منه حق محمود ولا حيضيع؟ لا ان شاء الله ربنا يقدرنا ونجيب له باذن الله، مع انه براي الباطل بس حشوف اسمه باذن الله. انا جاي لك عشان عاقك راجل كويس وتعب. الله يكرمك الله يكرمك يا حبيبي والله. حاضر. شوف لي حل. حاضر حاضر والله. مش حطول عليك عادي. لا استنى بيعمل شيء يا جماعه. لا يا ابوي. لا والنبي تستنى. علي النعمه ما يا ابوي فيها. استنى. يا ابوي دقيقه عشان اشوف ايش عايم معك. يلا السلام عليكم. روح ما تقلقش من الحوار ده. ماشي. يلا سلام يا حاج. اخبارك حاج؟ مين ما قاعد الحلال؟ هذا كوباية الشاي العصائر دي بتنادي. طب صب بقول له دقيقة. بقول له اه ذاك يا اخي بعدين فيك انت ولدك يا اخي. انت جايبه بسبب المشوار ده يا اخي. يا اخي الراجل جاني اللي عند البهايم انا بتكلم معاي وقال لي سعيد عمال يباطل علي وكذا مره الود يحلق علي ويضرب. طب ليه يا اخي؟ بص حق محمود، الواد ده عايز يعيش في البلد، يعيش زي ما هي كده. ما تبقاش باطل. ده مش بطل. امال ايه؟ يعني ما هو تسميه ده. يعني هو عايز يضرب ود الكبير. ابي الناس تاكل وشي. تاكل وشك؟ يا اخي ما تبقاش عضمك باطل يا اخي. امال ازاي كبير وازاي بتمشي في مصالحات ده انت شيطان على الارض يا راي. الحمد لله الناس عرفاني انا شيطان، بس الناس عرفاني. الناس عرفاك؟ الدور الباقي عليك انت. كيف عليك انت؟ علامة السنة قاطعة في وشك قطع. ورايح جاي على الجامع زي التعبان. الناس كلها بتقول لك يا حج حج، وانت تاريخ زي التعبان، جلدك من بره املس وسم بتبخ جواك سم. دخلي في كامل القابه، ما تقعدش تفتي انت. انا حرن على الراي ده وخليه يداجي يدوك على طول. يعني يتاسفني. ما ينفعش. ده ولدك اللي ضرب هو المضروب. بقول لك في قرطين انا كنت مديهم لك وانت نسيتهم. قرطين ايه؟ قرطين بتاع الارض. مال هون؟ من بكره عايزهم. دقيقة بس احنا حنشوف الموضوع الأول. هو مين غلطان فيهم؟ الواد أصلا غلطان. ولد الراجل جاي بدقح هنا. ولد عبد الله. وما جاي بيقول لي ولد سعيد لا أنت عارفني. طب بس أنا حرن عليه. حيجي يتأسف. خلاص أنا خليه يتأسف لك خلاص. كان كده ماشي يجي. بس الموضوع القرطين ده على جنب. مش ناقصة كنت أنا. فينك يا عبد الله؟ طب تعال لي عند الحج سعيد شقة تعال. ايوه في الزرع تعال. تأخرش بس. انت مفهم الواد ده عشان ما يجيش يزعل. يا ابوي خلاص الموضوع خلصان بس انت قول ساكت. انا حخليك اسف لك كده ماشي. كده تشرب الشاي. ايوه. هو حكى معك في حاجة؟ انا اسمه حاج محمود. ابد حبيبي تعرفه. يا حاج محمود. والله ما يقعد جنبي. يروح يقعد اخر الدنيا من الله. تعال يا عبد الله تعال جنبي حبيبي. هذا يا حاج. صب لي شاي يا سعيد صب لي شاي. لا عليه طلق ما يشرب شاي. كمان ماشي عمده. لا لك يا عبد الله يا حبيبي صلي على النبي. اللهم صل على حقك بيقول ان ولدك انت هو اللي ضرب الواد سعدي. يعني كاجي جاي حق محمود. اما ليه يعني؟
يضيع يعني مين يعني اللي باكي هو اللي قايم. الواد قايم يبكي ويصرخ. ما لا يمكن اله الا ما الله. يمكن بيمثل عليك يا عبد الله يا اخي. طيب بيمثل علي مرة واثنين وثلاثة وعشرة. طيب خلاص قوم بس انت بس قوم اعتذر يا عم قوم. يعني انت جايبني عشان انا زي قاعد. بعض يا انتم عشان عمك كبير قوم. لا عليه النعمة احسن يا حاج محمود. يا اخي انت جاي انا اخذ حقي وقلت لي حخليه يبوس على راسك والكلام ده ما راح فين. طيب معلش عمك كبير زي بعض. معليش. ما انت صغير برضه بص فوق راسه. لا والنعمة ما تحصل. لا حيحصل. هو ما ينفعش، انا زي ما قلت من بكره ما يقعدش في البلد. من بكره ابى انا ولو عارف. قعد في البلد هيبقى مسخره قدام الناس. ابى انا عارف من بكره في البلد راح امحيك على وجه الارض. مش حخليه عليه النعمة. حكيت يا حاج محمود. ما زي بعض يا عبد الله اللي فيها قراطين يا اخي. قوم بس بص فوق راسه. ليه على قال بتبيعني والله عشان الباطل. طب ماشي بص حتروح وين من النار بس يا ابوي. يا اخي انت رايق باطل. قوم انا عارف بكلمك فيه. انا خايف عليك وعلى عيالك والله. خايف وعليه النعمة وانت باطل. عليه النعمة نحكيلكم انتوا الجو. ليك يا عبد الله. يلا سلام. وبقول لك من غير سلام كمان. يلا عقيلة مش حتعيش في هالبلد جا عمدي. قلت لك انا 100 مره ما قعدش اي حد فيها في البلد، ما بقعدش وسط الكبار. طب ما انت صح يا اخي انت. ده من بكره مش هخليه يقعد في البلد انا. لا اشرب الشاي. يلا والله كوبايه الشاي ما حتكملها. يلا قوم. امك يا شيخ. نروح لما نشوف حكايتكم انتوا ايه.